تخيل تحضر جنازة وفجأة الميتة تقوم من النعش وتبتسم. اللي هقولهولك ده حصل بجد سنة 1915 في ولاية ساوث كارولينا بأمريكا. قبل ما أبدأ اعمل لايك للفيديو وتابعني وصلي على النبي. واحدة اسمها إيسي ديمدار جات لها نوبة صرع قوية جدا، والدكاترة وقتها افتكروا إنها ماتت. أهلها صدقوا الكلام وجهزوا الجنازة، والست اتدفنت عادي في القبر. لكن أختها وصلت متأخر، اتصدمت إنها ما ودعتش أختها لآخر مرة. فضلت تعيط وتتوسل للناس يفتحوا القبر ويطلعوا التابوت، وبعد إلحاح كبير وافقوا. وفجأة أول ما فتحوا التابوت قدامهم حصلت الصدمة. إيسي قامت قاعدة من جوه النعش وابتسمت. اللي اكتشفوه بعدين إن الدكاترة كانوا غلطانين، الست ما كانتش ماتت، كانت في غيبوبة عميقة. الموضوع قلب حديث الناس وقتها، وتسجل كواحدة من أغرب الحوادث في بداية القرن العشرين. والأغرب من كده إن إيسي كملت حياتها عادي بعد الواقعة، وعاشت كمان 47 سنة. يعني لولا لطف ربنا سبحانه وتعالى إن أختها تصمم تشوفها، كان زمانهم دفنوها وهي حية. لو شفت لطف ربنا في القصة دي اعمل لايك للفيديو وتابعني علشان يوصلك الأغرب والأرعب. وخليك دايما فاكر، الرعب الحقيقي لسه ما بدأش، الرعب لسه هيبتدي.